صباح الخير، صباح السعادة، جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. فيديو سريع جدا. أنا عارفة إن الدنيا بقت غالية جدا والباقات بقت بتكلف الناس كتير، فالفيديو ده مش هياخد له 5 6 دقايق بالكتير أوي يعني. وأي فيديو هحاول أبقى حريصة جدا يا جماعة إنه ما ياخدش وقت طويل، علشان ما اهلكش يعني الناس زيادة في الباقات وكده. الفيديو مش عن أي حاجة إلا كلاتنبرج والتحكيم والقصة اللي دايرة، اللي عايزين يضحكوا علينا تاني كجمهور للنادي الأهلي بيها. جمهور النادي الأهلي العظيم، تعالوا نفتكر لما قالوا هنلغي الفار. لا، والفار لازم يتلغي وبيكلفنا وما بيكلفناش. مين اللي تمسك بالفار؟ النادي الأهلي، لأنه كان فاكر إنه حاجة محترمة، إنه حاجة عادلة، هتحقق عدالة في الملاعب زي ما عاملة في كل ملاعب العالم الفار لتحقيق العدالة. طلع إن الفار هنا يدار من بره الملعب أصلا، ومش بيدار بعدالة، بالعكس ده هو بيدار لصالح نادي الزمالك. فكان كمين للنادي الاهلي، والنادي الاهلي للاسف وقعنا في الكمين ده وجمهوره. نفس القصه بتتعاد تاني في كلاتنبرج. يا سلام! وجمهور الاهلي وبعض النقاد ماشيين ورا الموضوع صاروخ رهوان. تاني كمين تاني، عايزين يوهمونا ان كلاتنبرج ده فظيع، ده اللي حقق العداله. ما حضرتك ما بقاله شهور معانا، عداله ايه؟ الاهلي بيبقى له 4 ضربات جزاء بيتحسب له واحده. لعيبه النادي الاهلي بتطلع مصابه من الملعب ومفيش اي مشكله، حمايه كامله من التحكيم لل لفريق لعيبه نادي الزمالك اللي بيدبدب جنب لعيب من نادي الزمالك، فاول وانذار. احتساب طبعا ضربات جزاء بالكومه يعني. هرجع لموضوع ضربات الجزاء مع الزمالك، لا هرجع لها نتكلم فيها دلوقتي. وضربات الجزاء بتتحسب عادي بالكوم، ما اتحسب لهمش ليه ضربتين جزاء الماتشين اللي فاتوا؟ عشان كده الدنيا هاجت وقامت والدنيا باظت. هقول لكم ليه. لان بسهوله جدا ان لعيبه نادي الزمالك ما دخلوش منطقه جزاء الخصم، ما عملوا، واللعيبه اللي في المنافسه فاهمين، فحتى لو حد دخل ما بيجوش ناحيته، عارفين كويس قوي ان الحكم مستني ايه. واكبر دليل على كلامي يا جماعه اللي حصل اصلا من امام عاشور ودونجا، لما سامسون مرضيش او ما عرفش يمثل او يعني واضح ان هو سامسون ما قالولوش قوي. يعني انت المفروض تعمل معانا ده، اكيد بتدربوا عليها، اكيد المدرب مدربهم، قال ان ده اتفاق ما بين المنظومه كلها. إيه؟ طب حتى عشان يبان الشكل، طب ارمي بس نفسك كلاعب من نادي الزمالك، ارمي نفسك والحكم هيحسب لك ضربه جزاء. ده اتفاق بين المنظومه كلها، ما اتغيرش في وجود كلاتنبرج. الا حاجه بس اللي حصل ان لعيبه الزمالك ما عرفوش يمثلوا بس. القصه ما كانش عند التحكيم ولا عظمه التحكيم ولا نزاهه التحكيم المصري فجاه خالص. القصه ان لعيبه الزمالك ما عرفوش يمثلوا. سامسون من اللعيبه اللي ما جاش في دماغه انه يمثل، مش لانه حاجه عظيمه، لانه اساسا هو على قده سواء كوره او تمثيل. حتى بتتكلموا في ايه؟ ده الكورنر اللي انتوا جايبين منه التعادل مع الداخليه اصلا مش كورنر، مش كورنر، ده ضربه مرمى، والحكم شايف واللاين مان شايف وكل الدنيا شايف. الفار مش من حقه يتدخل في دي، بس حتى لو من حقه ما كانش هيتدخل طالما صالح الزمالك. لو الاهلي كان اتدخل زي كده، ما الكوره ما لغوا جول للاهلي، اصل ايه؟ الكوره اتلعبت وهي ماشيه وهو مش من حقه يتدخل، بس عادي يعني. فحضرتك سيبك من الكلام اللي بيتقال ده. لا كلاتنبرج عظيم ولا الكلام الفارغ. كلاتنبرج جاي لك من الدوري ايه؟ ومين اللي رشحه لك؟ وجاي بتعاون مع مين؟ وانت عايز تقنعني ان ناس اتعودت على الافساد هتجيب الشيخ الشعراوي العظيم مثلا، او حد باخلاق الشيخ الشعراوي انه هو اللي يمسك لجنه الحكام ولا يمسك حاجه في المنظومه الرياضيه؟ لا طبعا، لا طبعا. فالطبيعي هيجيبوا حد شبههم، حد منهم. فالقصه بيضحكوا على جمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. فاحنا نتمسك جدا جدا بالخبير الاجنبي العظيم اللي موجود، اللي هو بعد كل ماتش بيحصل ايه بيطلع يقول اللاعب الفلاني في الاهلي كان ممكن له ضربه جزاء، اصل مش عارفه التحكيم ظلم الاهلي في ايه، بس كسبنا صلاه النبي. بيحصل حاجه؟ ما بيحصلش حاجه. كل ماتش بعد المباراه الاهلي ما بتنتهي تطلع الاستوديوهات التحليليه بتتكلم الاهلي كان له ضربه جزاء، كان له هدف، كان إيه اللي بيحصل؟ نفس الحكام بنشوفهم تاني ماتش في كل مع نادي تاني، ومرتين ويتكرر للاهلي، ومرتين ماتشين ويتكرر للاهلي، ماتشين. فحضرتك يتكرر برضه للاهلي. حضرتك ايه بقى؟ يعني انت شفت ايه عظيم عمله؟ ايه الفرق الفظيع اللي عمله كلاتنبرج؟ الا ان الزمالك اتغلب اخر ماتشين لانه ما عرفش يمثل. ده الماتش بتاع الداخليه 5 6 انذارات للداخليه وانذار للزمالك بيطلعوا الروح. كل ماتش هتقول لي كده، ماتشات الزمالك
في لاعب كان يستحق الطرد والطرد، كان يستحق انذار وياخد انذار. ده كل ماتش لو خدوا انذار يا سلام، اعمل فرح، اعمل فرح في وجود نفس الخبير اللي انتوا بتتكلموا عليه. اوعوا ياخدونا للكمين العبيط ده تاني. تاني هيضحكوا علينا زي ما ضحكوا ساعه الفار. لا، احنا مش هيضحك علينا، كلهم شبه بعض. تاني هقولها لكم، مش هيجيبوا حد باخلاق الشيخ الشعراوي مثلا يبقى عظيم، واخلاق اخلاق ال... الملائكه. ابدا، ابدا. هيجيبوا حد منهم حد يقدروا عليه. هو واضح كده ان القصه، انا هقول لكم، هي اتفقوا خلاص كلهم مع الراجل، هم سيستموه. اعتذر بس انا هكمل برضو علشان برضو ما عيدش كده. هم سيستموه اكيد، خلاص تم سيستمة الراجل ده على نظامهم. اعمل بقى حوالينه هيصه، اعمل مش عارفه ايه، يطلع جمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي تتمسك بيه. اشرب بقى، ما تنطقش، ما انت اللي تمسكت بيه زي ما تمسكت بالفار. يا جماعه يا جماعه، والله العظيم بيضحكوا علينا، والله بيلعبوا بينا. واوعى تفتكر ان الشتيمه والحاجات اللي طالعه دي اليومين دول، لا لا لا، ده حاجات كلها متفق عليها، ده سيناريو. انا هشتمك، وانا عارف ان انا هتشتم النهارده، وعارف هتشتم هيتقال عليا ايه، وانا عارف ان انا مش هعمل حاجه، بس هي تبادل ادوار. وقال يعني احنا في عركه بينا ومتخانقين ومتضايقين من بعض؟ لا بالعكس، انتوا سمنه على العسل وكلكم مع بعض وكلكم تيم واحد. انا اللي فارق معايا مين يتشتم ومين ما يتشتمش. انتوا تستاهلوا اكتر من كده. بس عادي جدا يعني. آه، هي دي بقول لكم تاني، دي ادوار وتوزعت. امين عمر مش قادر ياخد موقف، مش قادر يعمل اي حاجه، تستاهل. من اعان ظالما البس بقى واشرب. كل حكم بيحصل فيه حاجه من نادي الزمالك، سواء اهانه او ايقاف من اتحاد الكوره او من رابطه الانديه اللي ملهاش اي دور دي. فانا بالنسبه لي، الا انها بس تاذي الاهلي، بتكمل سيناريو اذيه الاهلي. فانا بالنسبه لي ببقى مبسوطه وفرحانه فيه جدا جدا جدا. وبعلن انا فرحانه في امين عمر، وفي اي حكم بيتم التطاول عليه او سبابه او اي حاجه بتحصل ضده. عارفين ليه؟ لانه يستاهل. من اعان ظالما ذل على يديه، واحسن تستاهلوا. واتحاد الكوره، حتى لو انتم مش عارفين، انا متاكده انكم كلكم عادي، ده فيلم بينكم كلكم حتى كده. طب تستاهلوا برضو انكم الاهانه، وتستاهلوا الاذلال. يا رب يذلكم اكتر واكتر، انكم تستاهلوا اكتر من كده. من اعان ظالما البسوا واشربوا كلكم احسن. وتاني جمهور النادي ده، اوعى تنخدعوا في قصه كلاتنبرج وتمشوا وراها. كلهم حاجه واحده، كلهم حاجه واحده. مش هيجيبوا لك إيه شيخ مسجد يعني، ابدا مش هيجيبوا لك شيخ بينهم يعني، مستحيل. وبرضه بقول لكم قبل ما اختم، ليا يا جماعه فيديو تاني على صفقات الاهلي، وفيديو تاني على لاعب اتمنى يستمر انه يفضل راجل. لو اللاعب ده لو فضل متمسك فعلا بموقفه، وفضل راجل، انا مش عايزينه في الاهلي ولا حاجه والله، بس بجد هيبقى له كل التحيه والتقدير، وهيكبر قوي في عيون ناس كتير. ده هرجع له فيديو لوحده. جمهور النادي الاهلي، الاهلي هيفضل فوق الجميع. خليكم دايما فاكرين الجمله دي، الاهلي فوق الجميع، فوقينا كلنا. الاهلي فوق الجميع، احنا الاهلي، انتوا مين؟